يا صباح الفل عليكم. ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بألف خير. قررت النهارده انزل اتمشى شويه، ما اتمشيتش خالص السنه دي. الجو كان برد وبعد كده الجو ما كانش برد، وكان عندي شغل وبعد كده ما كانش عندي شغل. anyway النهارده يوم مشمس جميل، من الايام القليله جدا للشمس الحقيقه. الشمس ما كانتش بتطلع خالص الشتاء دوت، سبحان الله. قعدنا في ضلمه تقريبا شهر ونص كاملين، مع ان الحراره كانت معتدله يعني. لكن بقالنا كام يوم الشمس طالعه، والنهارده الهواء هادي خالص. درجه الحراره اعتقد -9 feels like -14. بس الشمس اللي جميله هي اللي مخليه الواحد حابب يطلع بره، يعني يغير جو كده. التمشيات ديت، انا جيت فورست كده، سقت شويه يعني وجيت هنا. عمري ما جيت لوحدي صراحه قبل كده، عاده كانوا ولادي بيجوا معايا، اختي ولادها، زوجي. بس خلاص بقى، انتوا عارفين الولاد بيكبروا، كل واحد عنده مشاغله ومدارسه، الاكتيفيتيز بتاعتهم. مش احلى حاجه بالنسبه لهم يعني ان هم ينزلوا يتمشوا مع مامتهم يعني. anyway اوبس كنت هتزحلق. قررت اعملها anyway. صراحه انا مش حاطه الجريبس النهارده، وفي حتت ايسي قوي، فانا قاعده على جنب يعني ماشيه على جنب يعني في الجزء اللي ممكن يكون ليا فيه جريب بصراحه. anyway خليكم معي. البارك دوت فاتح صيف شتاء، ففي الصيف ممكن بقى الواحد يجيب الاكل بتاعه ويعمل بيكنيك مع الفاميلي. حتى هنا عاملين بيرجولا كده، وتحتها قاعده كبيره. يمكن اجيب الترايبود بتاعي واقعد هنا شويه اصور فيديو. قاعده حلوه، بس اختار لي كورنر يكون فيه شمس لان الجو برد صراحه. في كمان لو شايفين كده البيرد فيدرز ديت، بيحطوا فيها البذور يعني عشان العصافير تاكل، لان هم طبعا هنا زي محميه طبيعيه صغيره كده، بيشجعوا يعني ان to preserve natural life يعني في natural habitat بتاعتها الحيوانات يعني. ممكن افرجكم حيوانات ايه موجوده هنا. owls اللي هي بومه، في الارانب ديت، في foxes، في woodpecker اللي هو دقاق الخشب ده، ولا مش عارفه اسمه ايه، نقار الخشب ده فاضع طبعا، مش هتلاقي دوت في الشتاء. لكن ممكن الفوكس، ممكن اللي هو الارنب الشتوي ده. كمان في ناس كتير هنا بتيجي تمشي كلابها يعني. anyway دي خريطة المكان. عداني راجل واحد كبير قال لي بونجور. anyway ديت زي فورست كده، خارج المدينة بعد المنطقة السكنية على طول، وعاملين فيها باثs يعني. ولها ماب. انا صراحة عشان كل الباثs شبه بعضها همشي ستريت، ولما يخلص الباث هرجع تاني عشان ما توهش. انا عندي مشكلة في الدايركشنز صراحة مانيش شاطرة في الدايركشنز. anyway حبيت افرجكم على الطبيعة في كندا. حد كان سألني بتعملوا ايه يعني. شايفين هنا مفترق طرق، ممكن امشي يمين ممكن امشي شمال، بس كل المنظر شبه بعضه. انا هفضل ستريت عشان اعرف ارجع مطرح ما جيت. كنت بقول ايه، ناس سألوني يعني تعملوا ايه في البلاد الساقعة ديت. لازم تشوفوا حاجة تعملوها. انا صراحة عملت جيم ممبرشيب كذا مرة، بس انا بصراحة ماليش في الماشينز والويتس والحاجات ديت عندي تريدميل في البيت كمان، بس الواحد بيزهق يعني، فلازم تغيير. فمرة بشترك في الجيم. بحب العوم انا، فكنت بروح اعوم. السنة دي ما عنديش ممبرشيب صراحة، expired وما جددتهاش، فمحتاجة اتحرك شوية يعني لما اقدر يعني. انتوا عارفين to clear your head، تعملوا de-stressing كده يعني. انا بحب السكون ده قوي. لو سكت كده هدوء تام، مش سامع اي حاجة غير صوت رجليا، مفيش اي حد. في 2 هناك بتمشوهم. صفاء كده، حاجة تنظف اللونجز كده، والواحد يعمل دي ستريسنج. يلا نكمل شوية. أنا قررت أفرجكم على الطبيعة يعني معايا. مفيش توبيك معين للفيديو دوت. عندي توبيك في دماغي عايزة أحكي عليه.
لان انا نفسي بتجيلي كده urge ساعات عايزه اصور فيديو، اوقات تانية مش عايزه خالص وبركن الكاميرا على جنب، لان بصراحه مش عايزه ادخل يعني اعمل فيديو لمجرد ان انا اعمل فيديو واحطه. يعني نفسي يكون في غرض من قناتي، مش عايزه اعمل في محتوى، يعني كل واحد حر بيعمل ايه، بس انا مش عايزه يكون حاجتي ملهاش اي هدف، يعني تبقى كده راندوم وخلاص، او ضحك او فرفشه وخلاص. عايزه يكون في فايده يعني. فبفكر ان انا اعمل سيريز صغيره عن حاجات بيسك يعني لأي حد هيسافر، خصوصا اللغة، لأن أنا الحمد لله لغتي كويسة وعندي qualification إن أنا أدرس اللغة يعني. فكرت أعمل سيريز صغيرة كده، نويت إن شاء الله وهعملها بإذن الله، وبقولي لي رأيكم يعني حاجة مفيدة ولا لأ، حابينها ولا لأ. وممكن أعمل نفس الشيء بالنسبة للنيرسينج، بما إني برضو ما عنديش expertise بس عندي شوية experience يعني. خلص الطوالي، لازم اختار يا يمين يا شمال. في بنش هنا، ممكن اخد الشمال شكله اطول شوية. الفورست اللي انا بتمشى فيها دي لقيت فيها حاجة اسمها اوتيل انسكت، عاملين اوتيل للحشرات. مش عارفة هل فعلا في حشرات نايمة في الشتاء ده ولا لا صراحة. بس مكتوب عليه alternative schools. ممكن تكون دي project من المدارس اللي هي alternative schools دي. انا ما اتكلمش عن alternative schools قبل كده، بس هي option من المدارس موجود هنا. هبقى اكلمكم عنه لو حابين. موجود الاوبشن دوت، يعني حاجه زي الهوم سكولينج كده، بس بتبقى setting actually مدارس يعني. anyway موضوع لوقت اخر ان شاء الله. اللي هناك دول اعتقد الكلب بتاعهم جري وسط الفورست وفكوهم، وممنوع يفكوا، بس رجع لهم دلوقتي. it's illegal ان انت تبقى بتتمشى في حتة فيها ناس تانية بتتمشى يعني، و يعني في مشاة يعني pedestrians يعني، وتسيب الكلب بتاعك off الليش بتاعه. طبعا الكلب حيوان يعني، ممكن لو حد اتحرك، حد جري، حد حاجة، هو هيأتاك يعني. فهو ممنوع، وفي غرامة فاين كبيرة actually لو حد مسكه يعني والكلب بتاعه off leash. يعني في البارك بتاع الأطفال اللي بيلعبوا جنب البيت عندي، لو في كلب كان off leash الغرامة $350. ما اعرفش بقى في محمية طبيعية أو في فورست زي كده كام، بس هما اللي بيعملوا ده illegal، مش من حقهم يعني. anyway أنا مشيت في اتجاه تاني، لأن أنا بصراحة ما بحبش الكلاب بتلحس بقى وحاجة قرف كده يعني. أنا ماليش فيها. اللي بيحب الكلاب طبعا كل واحد to each their own، أنا بس ما بفضلهمش صراحة. سيد إن أنا بخاف منهم. أنا وأنا طفلة جري ورايا كلب ضخم كده، كان كلب حراسة، كان صاحبه أعمى، رعبني من يوميها. وأنا ما بحبش الكلاب يعني، بس اتعلمت إن أنا لو في كلب اتمسمر في مكاني يعني ما أجريش. anyway خلينا نكمل شوية كمان enjoy nature جميل ده، سبحان الله. قدامي على بعد شوية اهو ناس معاهم كلب، بس موجود على الليش طبعا، لانه ممنوع يفكوه. مش عارفة هتشوفوه ولا ايه، بعيد شوية. اتمشيت التمشية بتاعتي حوالي تلت ساعة كده، مش عارفة كم خطوة صراحة. دلوقتي متجهة باك، ان شاء الله يكون الطريق صح، لان زي ما انتم شايفين كده كل حاجة شبه بعض يعني. هو ممشى وشجر واقع اوراقه طبعا عشان السقعة، بس كده حاجة تنعش الرئتين كده والنفسية صراحة. الشمس أحلى حاجة هنا. أنا بيبقى جاي لي اكتئاب كده من كآبة الجو لما الدنيا تبقى مظلمة طول الوقت. الواحد نفسيته بتتغير يعني، بيبقى حاسس ان هو داون كده يعني. anyway
قلت اشارككم معايا شويه في الطبيعه الشتويه الجميله في كندا. ولو عندكم اي اقتراحات لاي فيديوز حابين تشوفوها او اي توبكس حابين اعملها بليز قولوا لي، لان انا نفسي المحتوى بتاعي يكون هادف يعني. واشكركم جدا جدا على متابعتكم ليا وعلى ان انتوا جيتوا معايا يعني في التمشيه ديت، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.